السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نعمل شوية الكحك الحلوين دول بكوباية شاي كده في الصبح للأولاد، عجبتهم جدا. طريقة سهلة، نص كيلو عمل الكمية دي اهو. بوريك السكر من جوا، شوية كحك حلوين، جربيهم على طريقتي دي هتعجبك. أول حاجة المقادير، ده نص كيلو دقيق اهو، بحط له معلقتين لبن بودرة، زي ما انتوا شايفين حطيت معلقتين اللبن البودرة وبحط 3 معالق سكر، دي بيكنج باودر بس مش مليانة، وكيس الخميرة عشان الجو شتا، ذرة ملح بالشكل ده، 3 معالق سكر، معلقتين لبن بودرة، كيس الخميرة الفورية، معلقتين سمسم معلقتين سمسم او معلقة براحتك انتي، وربع كوباية زيت اهي، قلبيهم كده اهو. وبعد كده تعجني بمية دافية، معلقتين لبن بودرة ومعلقتين سمسم اهي، عجنتها قوامها اهي بالشكل ده، اهي القوام بتاعها بوريها لك. تعجنيها كويس عجنة حلوة كده ونسيبها تخمر. نص كيلو دقيق، معلقتين لبن بودرة، معلقتين سكر، كيس الخميرة، ذرة ملح، ربع معلقة ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة، معلقة كبيرة مش مليانة بيكنج باودر. ادي خمرت اهي، حاطة مية بسكر اهي جنبي، حاطة سمسم، وده سكر حاطة له معلقة دقيق، السكر اللي انا هحشيه من جوه في الكحك اهي. ادي السكر ده حاطه له معلقة دقيق، تقفليها بالشكل ده اهو. كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الايام يا رب بخير. اول يوم النهارده في شعبان، يعود عليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله. بدهن بالفرشة كده الاول بمية المسكر، بعد كده احطها في السمسم بالشكل ده واحطها في الصينية. كانت شاهدة بنتي ماسكة التليفون كده مش مبينة التصوير كويس، مش عارفة مبين لكم كويس ولا لا. هتقفليها بالشكل ده وادوس عليها كده خالص، عايزة ترجيها اكتر من كده براحتك. انا بدهنها بالفرشة كده بالمية بسكر، بحط لها السمسم بالشكل ده وارصها، تخليها ترتاح ربع ساعة بس. وادي اهو طلعناه من الفرن، تولعي من تحت بس، وبعد كده لو لونه ما لسه محمرش من فوق ولعي له الشواية عشان يستوي معاكي. ادي الكحك اهو، جربوه على طريقتي والسلام عليكم.